حياكم الله اخوان بمهمة جديدة من البصرة. وصلنا اليوم مقطعا فيديويا من احد المشاريع المنفذة في البصرة، واسأل من الله سبحانه وتعالى انه هذا المقطع الفيديو اللي يوصلني ما يزعلني ويا الشيخ اسعد العيداني محافظ البصرة. اسأل من الله انه ما يخرب العلاقة اللي بينه وبينه. اخواني الاعزاء، هذا المقطع الفيديوي هو لأحد مشاريع محطات المجاري المنفذة في ناحية النشوة. هذا المقطع الفيديو اخوان شوفوا، وهو بلاغ إلى هيئة النزاهة. شوفوا هذه الكارثة. هذه المحطة اخوان اللي ما راح تسمعون بها غير صوت التشلاب، وهي غير مكتملة لغاية الآن. تونسوا على صوت التشلاب، سيمفونية. اخوان الاعزاء، هذا التصوير وصلني يوم امس. هذه المحطة كلفتها 10 15 مليار 20 مليار، الله اعلم، اكفل حق الرد للجميع. هذه المحطة اخوان محافظة البصرة منطين فلوسها بالكامل وفقا لهذه الوثائق. فلوسها منطيها بالكامل للشركة المنفذة بنسبة 100%. والمحطة شوفت عينكم غير التشلاب ما بها، وغير مكتملة لغاية الآن. السؤال هنا، شلون انطيتوه نسبة إنجاز مالي بنسبة 100% والمحطة غير مكتملة يا سيادة المحافظ؟ وين لجان التفتيش، التدقيق، الرقابة، جولاتك الميدانية على المشاريع؟ ما فقدت هذه المحطة النائب الأول، النائب الثاني، أيا كان أي الجهات المستفيدة؟ شلون انطيتوا القروش والمحطة غير التشلب ما بيها؟ شلون؟ زين، بقية المشاريع اللي طلعناها واللي زوروا التواقيع وسحبوا بها المبالغ المالية، رحتوا لتمتوها وظليتوا تشتغلون من الصبح لليل حتى تسدون الموضوع. بس قل لي محطة مجاري النشوة هاي شلون راح تطمطمون موضوعها؟ وانا متأكد ما متوقعين انه حيدر يوصل لهذه المحطة. شيخ، مو قلت لك اني اعرف الصغيرة قبل الكبيرة؟ ما صدقتني. فيا اخوان الاعزاء، في هيئة النزاهة هذا اخبار، بلاغ، حرقة، خباثة، ايش تردون تسموها سموها. هذه اموال عامة. روحوا حققوا شلون منطينا نسبة انجاز مالي 100% والمحطة غير تشلب ما بيها. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. وبالنهاية اقول شيخنا ما جاوبتني. زوجتك ما دريت مطية 3000 خطاب ضمان غير رسمي للشركات بالبصرة؟ زين، ما دريت بشركات، ما دريت بخطابات الضمان. شيخنا معقولة ما حسيت انه هي عندها 120 مليار دينار ما مسلمتها للإدارة العامة في بغداد الخاصة بفوائد الضمانات، خطابات الضمانات؟ شيخ جاوبني. لا جاوبتني، لا وضحت للرأي العام. زعلان شيخ؟ صدق بالله من محبتي ومعزتي لك جاي أنصحك وانصحك امام الرأي العام حتى يكون اجراءك سريع، لان ما اريدك توقع بمشكلة انت في غنى عنها. ليش؟ لانني احبك. تصدق ما تصدق مشكلتك. حق الرد مكفول للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.